العامل المشترك بينهم هو تلقي العلاج في الأردن. أي إنسان لو مرض بسيط لابد أنه يروح للأردن. نحمد الله أن الأردن قريب من عندنا من هنا، هذه نعمة هذه. وأنا متأكد أن عندنا معدات أكثر من حقات الأردن، بس ما في دكاترة زي دكاترتهم. معنا أدوات أنا أظنها أكثر من أدواتهم، لو نعطيهم إياها أحسن، وأقسم بالله لو نعطيهم الأدوات والله خلهم يستفيدون هم راس عندهم ناس تفكر مو زينا هنا. احنا نحمد الله سبحانه وتعالى بقرب الأردن إنها تكون قريبة لنا. والله العظيم يا الأردن إنها فكت أزمة. الآن لو تروح المستشفى الشميسي، معاناة المرضى في القريات الآن تلمسوا في مستشفيات الأردن. لماذا؟ لو سألت أي مستشفى في عمان لأبلغك بتعداد من يرتدون هذه المستشفيات. لا يملكون أجهزة أفضل مما هو موجود لدينا في مستشفياتنا، ولكن يوجد لديهم الكادر الطبي المتخصص الواعي المتمرس الذي يستطيع أن يشخص الحالات المرضية. وكم من مريض في القريات خرج على عجلة أو نقالة وخرج من مستشفى عمان يمشي على قدميه. هذه مفارقة. لكن حنا ولله الحمد والفضل من الله. الأردن 150 كيلو نطلع تكلفنا الطلعة باليوم 30,000 و40,000 عشان نعالج مريضنا، ولا نتركه يموت هنا بالمستشفى بين يدينا وحنا نشوف. الصراحة إن يأسنا من